هنا الخط الوهمي ده بقسمه على 3، فانا عندي التلت 7.5، يبقى ادي اول تلت اهو، وهنا كده التلتين التانيين من نقطة الاتنين لحد اول تلت بعمل دوران على شكل حرف الراء، وفي التلتين التانيين انا بعمل دوران بس شكله او الاتجاه بتاعه لداخل الكم. يعني ببساطة كده الدوران ده بيبص لبره، الدوران ده اللي فيه التلتين بيبص لجوه. شوف هنا كده بقى وسع الكم المطلوب، هنعمل مثلا وسع الكم المطلوب 12 سنتي اللي هو الكم العادي. وسع الكم 12 سنتي. بعدين هجيب الريجة وهوصل من نقطة الاتنين لحد نقطة ال12، نقطة الاتنين اللي هي دي لحد نقطة 12 سنتي اللي هي وسع الكم. وصل كده. كده احنا عملنا تصميم الكم العادي. هنعمل بقى 2 سنتي احتياطي للبروفة، ولو حبينا نوسع ولا حاجة يبقى انا معايا قماش احتياطي. هعمل الخط ده اللي هو خط امتداد الحردة، وهنكتب هنا البيانات 2 سنتي احتياطي للبروفة. كده انا عملت باترون الكم العادي. نركز بقى عشان اللي جاي هو ده اختلاف الكم البف. هي عند النقطة دي اللي هي انتهى عندها الكم، اللي هي شايفين التلت الاولاني شكل حرف الراء، والتلتين التانيين عملت دوران بيبص داخل الكم. النقطة دي اللي هو اعلى حتة في ارتفاع الكم، بثبت المزورة فيها واخد ارتفاع البف المطلوب. يعني ممكن يكون البف اللي انا عايزاه 7، ممكن يكون 10، ممكن يكون سواريه بقى فانا عايزاه عالي قوي، فوليوم بتاعه عالي 12 سنتي او 15 سنتي. يبقى ارتفاع الكم ده على حسب الرغبة. هنا احنا هعمله مثلا في المثال ده متوسط، فاعمله 10، يبقى كده ارتفاع متوسط، ولا هو قليل قوي زي 7 ولا هو عالي قوي 12 او 15. يبقى انا ارتفعت من اعلى حتة في الكم 10 سنتي. قلنا دي متغيرة على حسب ارتفاع الكم اللي انت عايزاه. انت عايزة الكم يكون منفوخ قوي ولا متوسط ولا قليل، او التصميم اللي انت مثلا بتعملي تصميم انت جايباه من على النت. خلاص، يبقى احنا هنا ما عملتش حاجة غير ان انا زودت 10 سنتي على طول الكم، بس مش من عند وسع الرزغ، لا، من عند ارتفاع اعلى حتة في الكم من اعلى من رسمة حردة الكم. تمام. هسيب التلت الاولاني ده اللي هو حرف الراء، هسيبه زي ما هو. هاجي من عند التلتين التانيين، النقطة دي هي بداية ده كده التلت الاولاني اهو، انا كاتبه عليه اول تلت. هاجي عند النقطة دي اللي هي بداية التلتين التانيين، من عند النقطة دي وهرسم دوران كده، دوران حردة الكم الجديد بقى اللي هو الكم الباف او الكم المنفوخ، هوصلها بنقطة 10 سنتي. يبقى بصوا احنا عملنا خطوتين بس زيادة عن الكم العادي. اول خطوة ان انا زودت هنا كده 10 سنتي. تاني خطوة رسمت دوران حردة الكم الجديد من النقطة ايه؟ من نقطة بداية التلتين. ادي التلتين اهم من هنا كده، ورحت رفعت على شكل دوران. اصبح عندي الجزء الجديد ده هو ده ارتفاع الكم البف. بدأ منين؟ بدأ من النقطة دي. خلاص، عشان كده توزيع الكشكشة هيبقى في التلتين ده بس، مش هيبقى فيه كشكشة في التلت ده خالص. كشكشة توزيعها هيبقى من فوق كسرات صغيرة جنب بعضيها، وممكن انزل لكم فيديو عملي في تركيب الكم البف. كده نبقى خلصنا. هنكتب على الباترون بتاعنا عشان ما يضيعش وسط الباترونات التانية. نتعود ان اي باترون احنا بنصممه نكتب جواه البيانات بتاعته، الباترون ده بتاع ايه. هنكتب هنا كده باترون الكم البف، او بين قوسين الكم المنفوخ، منفوخ من اعلى.
دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا لازم او يفضل يعني ان احنا نحدد الحدود الخارجيه بتاعه الكم عشان علينا ما تزوغش اثناء القص. خلصنا هنقص الكم الباف بتاعنا. ده شكل الكم الباف بعد ما خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا وتذكروني بالدعاء بدعوة حلوة منكم. وشكرا للمتابعة الجميلة رحاب والمتابعة الجميلة شيماء على الكومنتات الحلوة اللي انتوا بتكتبوها.